ازيكم عاملين ايه؟ طبعا مستغربين انا فين وبعمل ايه. حسيت ان انا مخنوقه والله العظيم يا جماعه، وعندي ضغط كده من الشغل والتعامل مع الناس، فحبيت افصل. نزلت رزين. سلام ورحمه الله وبركاته. نزلت افصل هنا مع محمود اخويا. ازيك يا مصطفى؟ اهو موجود يا باشا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نزلت افصل هنا. هو عنده محل تحت البيت، يعني هو ساب الدنيا كلها وجه فتح تحت البيت عندي. كل ما ادخل اوضه اشم ريحه الحاجه وهي مشويه والناس صايمه، فرحت نازله اقول له ايه ليا نصيب في الاكل ده افطر معاه فيه. تمام تمام. عايزه اقول لكم ان هو شيف وبيقوم بحفلات وافراح واسبوع وطهور واي حاجه. هو ما شاء الله واخدها هوايه يا جماعه، قبل ما تكون مهنه هو واخدها هوايه ودراسه برضه. والله. فاي حد حابب يعمل اطعام، محمود ما شاء الله عليه بيعمل وجبات اطعام. يعني انا بالنسبه ليا ما بقدرش اقف في المطبخ كتير بحكم شغلي وبحكم ان انا بقى تعبانه، نفسي تعبني، صدري تعبني، فما بقدرش اقف في المطبخ كتير. فلما بعوز اعمل وجبات فبقول له وهو بيقوم بيها وبيصورها لك وبيعملها لك. انا هسيب لكم رقم تليفونه وهسيب لكم القناه بتاعته تحت في اول تعليق مثبت. عايزاكم بقى تدخلوا تشجعوه وتقولوا له ان انتم من طرف اميره اخته، وبتقول لك بالتوفيق يا رب يا حوده. بصوا الجمال، استنوا اما اقلب لكم الكاميرا والله العظيم. بصوا التليفون بتاعي ده ظالم الشغل ده، فان شاء الله ان شاء الله انا هجيب تليفون علشان يبين جوده الشغل بتاعي واي شغل انا بصوره. فهو انا على فكره ما كنتش هصور والله، بس لقيت ان هو يستاهل التصوير. يعني انا هعدي المنظر ده ازاي يعني؟ والله نزلت هتفطر على حساب النهارده. ده كله علشان خاطر الدخانه طالعه. حبيت اغير من الفيديوهات عشان ما تملوش مني، وفي نفس الوقت انا اصلا عندي ضغط. حتى تلاقوني ما بنزلش فيديوهات، هتلاقوني ان انا ما بنزلش ريفيوهات ناس لشغل. يا جماعه والله العظيم الضغط النفسي اكتر من ضغط الشغل. الناس بجد يعني ارحموني. ما تبقاش الواحده جوزها مدلعها وتيجي تطلع دلعها عليا. اقسم بالله انا ما بقول غير الكلمه دي. عادي، ما انا مدلعك اهو. على رايك. مدلع. بص هيذلني ما كانوش 5-6 صوابع كفته وبتاع نص فرخه ولا فرخه ونص. لا تذلني بيهم، بس يستاهلوا. عادي انا راضيه. قولي اللي نفسك فيه، كده كده ايه هناكل ان شاء الله. السلطات بقى والطحينه، وان شاء الله ناويين نعمل وجبات كفته باذن الله اطعام، هصورها معاكم. ليه؟ بصوا يا جماعه، ان انت تجهر، حته ان انتوا تجهروا بعمل الخير وناس تقلدكم في حاجه زي كده، دي حاجه لا والله. طب ثواني، شفت انت بتقول ايه ثوابها بيقل؟ ده اسمه رياء. لا والله ابدا. اللي بيجهر طب انتوا بقى ردوا عشان انا عندي افضل من العمل الخفي في السنه. طب ثواني بقى، انا بالنسبه ممكن يكون التصوير بنيه ان احنا بنشجع الناس تعمل. طب ماشي، هو ده اللي ما يقدرش يعمل لوحده بيشارك حتى ولو ب 10 ماشي. جنيه ب 20 جنيه مع 5-6 بيقدروا يطلعوا. طب اقول لكم على حاجه، احنا كنا في الصيف وما كنتش عارفه اعمل وجبات عشان خاطر هتبوظ مني على بال ما توصل للناس. فلقيت واحده منزله ان هي عامله رز بلبن وعصاير وحاجات من دي، فدي كانت فكره حلوه. فانا كده ايوه، فهي كده شجعتني. لازم يكون تشجيع. ايوه تمام، ما هو كده بقى مش رياء. انا بعمل لا طبعا. هي النوايا. الواحد بيعمل الحاجه بيبقى نيته خير، مش بيبقى نيته حته الرياء. يا رب يكفينا شر الرياء يا رب. لا يعني انا بقول التصوير ده يا جماعه بنشجع بعض بيه. يعني انا لما بشوف واحده بتعمل بتشجعني ان انا اقوم تاني يوم اعمل، والله العظيم. فعلشان كده بقول لكم هبقى اصور لكم. على فكره مش معنى ان انا ما بصورش يبقى انا كده ما بعملش، لا، انا اصلا ما برضاش اصور حاجه زي كده. ويوم ما بصورها وانزلها ريلز، جوزي ولادي اخواتي بيقعدوا يقولوا لي ايه اللي انت عاملاه ده، امسحيه. ما بيرضوش يخلوني انزلها، بيقعدوا يقولوا لي لا ديت المفروض تبقى في الخفه. يا جماعه احنا ما وريتهاش، يعني ما وريتش الناس هتطلع لمين. يعني دي حاجه انا بشجع الناس بيها، بتبقى زي تشجيع. فانت بقى علشان خاطر نشوف كده بقى رايك ايه في حته ان احنا نصور وجبات الاطعام. اولا انتوا بتشوفوا نظافه الحاجه وبتشوفوا احنا بنعمل ايه في الوجبه مثلا، فبتتشجعوا. حد عايز يعمل وجبات مثلا، محمود نظيف، محمود كويس، ماشي يا محمود عايزاك
الشارع هادي خالص، بس لما جيت انا اصور بقى وقررت ان انا اصور، ما شاء الله بقى رايح جاي. فالهدف بيبقى التشجيع، انتوا بتشوفوا الحاجه، بتشوفوا نظافتها، بتشوفوا ان هي حاجه كويسه فبتتشجعوا. شفتوا اميره عملت حاجه فممكن تقلديها بالسلب وممكن تقلديها بالايجاب. فالغرض من الفيديو بيبقى طبعا عملنا فاصل كتير وقط كتير لان احنا هنا في الشارع وهو شغال. تعمل ايه؟ بص انا مش عايزه امشي من جنب الشوايه الا لما اكل بقى، اكل املك كرش ساعتها همشي ومش هتشوف وشي تاني. ايوه انا اصلا كنت نازله، بصوا والله العظيم 3 انا حاسه ان انا مخنوقه متضايقه. بصي تعالي كده. بصوا بالله عليكم، بصوا كفتة جوسي. يا جوسي متفضلش بقى تعمل بيها، سيبها بقى ببركتها. نازله اولا علشان اشحن شغل اوردرات، فانا بلزق له الشغل اللي تواب دوت رايحين لوحده، فانا بشحنهم تبع شركه ايرجنت عم عماد ربنا يبارك له، تبع خط الشرقيه بالبيس والزقازيق. بيجي هو وعم عبد الله، بيجوا ياخدوا مني الشغل اللي هو بيبقى عباره عن اتواب يا جماعه، فهم بياخدوه يشحنوا ليا، فبحطه عنده في المحل وبكتب لهم البيانات وخلاص، هم بيجوا بالعربيه بياخدوه ويمشوا. فبصراحه عجبني الشغل بتاعه وعجبني الفراخ. طبعا مين هي ما تعجبش مين يعني، دي فراخ وكفته يا جماعه، يعني ما شاء الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا للي ياكلها. عايزاكم بقى تشجعونا، هسيب لكم رقم تليفونه وهسيب لكم اللينك بتاع القناه بتاعته، ولسه عامل قناه كده صغيره، عايزاكم تشجعوه يا جماعه كتير كتير كتير. تعرفوني كده ان انا ليا هيبه كده. الله يخليك يا صاحبي. تعرفوا ان انا ليا هيبه، لانه مش مقتنع بيا اصلا لحد الان، يعني بعد ما قناتي ما شاء الله ما شاء الله بقت 55,000. اتفضل يا دكتور. مش مقتنع بيا خالص. فانا عايزاكم بقى ايه، تشجعوه، تدخلوا تقولوا له ان انتوا ايه من عند اميره اختي، وانكم بتحبوني، وان انتم جيتوا له علشان انتوا بتحبوني. بص يا سيدي انا هسالك سؤال دلوقتي، لو واحده عايزه تعمل اطعام ومش معاها مبلغ كبير، اقل وجبه بكام واعلى وجبه بكام؟ في كل حاجه، في ممكن وجبه ب 40 جنيه، تمام، في ممكن وجبه ب 50 جنيه، وجبه ب 60 جنيه. هتسالوا تقولوا تفاصيل الوجبه ايه؟ التفاصيل كتير جدا، لان الحمد لله انا شيف، يعني اقدر اعمل تركيبه كويسه قوي تشبع اللي هيفطر، وفعلا بجد يبقى مبسوط منها. يعني مش شرط مثلا الوجبه تبقى ب 100 جنيه، ده على حسب اللي عاوز يعمل، على حسب امكانياتك. في ناس بتبقى مقتدره ممكن تخلي الوجبه ب 100 جنيه. في ناس تقول لي انا عايز اعمل عدد ما يزيدش عن 1000 جنيه او ما يزيدش عن 2000 جنيه او ما يزيدش عن 5000 جنيه، اكل بال 5000، اكل بال 1000، اكل بال 500 جنيه دول. تمام، مش بتفرق. وممكن جات لي فكره، ممكن اللي هو نعمل اطعام ونعمل زي بوست نعمل فيه كل جمعه مثلا اطعام، واللي حابب يساهم شوفوا برضو ده رايه. لا نعمل اللي هو بوست، اللي حابب يساهم في اطعام مثلا ايه، يبقى في رقم لكاش مثلا، اللي حابب يساهم ب 100 ب 50 ب 200، اللي حابب يساهم بكده، ونعمل اطعام يوم في الاسبوع مثلا ويتصور من اوله لاخره علشان خاطر الناس اللي هتساهم. ان ممكن ناس كتير تساهم، لما ناس كتير انا بساهم مع ناس والله العظيم. افهمك حاجه، ممكن لما في ناس كتير تساهم احنا ممكن ما نعملش 100 وجبه ولا 200، احنا ممكن نشتري عجل باللي هيساهموا. طيب ايه رايكم نضحي يا جماه؟ والله العظيم في افكار كتير، بس لو كل واحد دفع 50 جنيه احنا ممكن بعدد المشاهدين او بعدد اللي هيعملوا يرسلوا الفلوس على الكاش والكلام ده، ممكن فعلا نجيب حاجه كبيره، مش شرط ونضحي بيها كمان. يعني انا شاركت والله يعلم ربنا، انا هشارك زي وهيبقى برضو الواحد ساهم بال 50 جنيه في عجل، انت متخيل؟ او في حاجه كبيره يعني زي ما تيجي. والله انتوا بصوا شوفوا، انا مديكم حريه الراي، وانتوا قولوا لنا رايكم وشوفوا ايه الدنيا وقولوا في التعليقات، يعني عايزه كل واحد يقول رايه في التعليق. هستنى رايكم لان رايكم دايما يهمني، وانا هقرا تعليقاتكم كلها. وعايزه اقول للناس اللي بتقول اميره ما بتردش غير على اليوتيوب، اميره اصلا مش ماسكه قناه اليوتيوب ولا اميره ماسكه الواتساب، اميره شغاله. يعني انت لما تصحي من نومك الظهر ما شاء الله ما شاء الله عشان ناخد صوره
يعني انت لما تصحي من نومك تمام، في رمضان ده انت بتنامي متاخر، بصحى الظهر مثلا بقوم اشوف اللي ورايا واجهز، اشوف هطبخ ايه، واكون مثلا ايه مجهزه للطبيخ وكده، واشوف اللي ورايا. باجي بعد المغرب بكون قصه الشغل اصلا من بالليل ومجهزاه لتاني يوم، بقعد اشتغل فيه الشغل اللي انا قصيته بجهزه واشطبه واقص لليوم اللي بعده. فانا والله العظيم 3 انا مش ماسكه الواتس، انا فاتحه الواتس على تليفون ابني وهو اللي بيرد. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. ففاتحه الواتس للتليفون ابني، هو اللي بيشوف الرسائل، وهو لما في رساله بيشوفها بيجي يقول لي يا ماما ارد اقول ايه كده. وفاتحه له برده قناه اليوتيوب، يعني انا برضو فاتحه له قناه اليوتيوب هو اللي بيرد عليها. استنوا كده اما اصور لكم. بصوا بصوا شوفوا الجمال، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدين اي حد بيسعى في الحلال يا رب. ما شاء الله ما شاء الله، ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله اكبر ما شاء الله. شوفوا الجمال يا جماعه، انا جعانه. هو المغرب لسه قدامه كتير. دخلت انا بقى هنا في الاستراحه بتاعته اللي هو عاملها الصغيره، عامل شاشه تمام، وقسم المحل 2 ومنظمه على مزاجه، فما شاء الله عليه. تعجبني دماغه قوي. اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، اللي عايز يشتغل بيشتغل. مفيش حد يحط ايده على خده ويقول مش لاقي شغل. والله انت لو نزلت مسكت شكاره كده ولميت زباله احسن من قعدتك دي وقعدتك على القهوه وكلامك مع الناس وان انت تخوض في اعراض الناس. انزل اشتغل، ما تمدش ايدك لحد، ما تمديش ايدك لحد. انت لو عملتي اكل من بيتك وعملتي وجبات جاهزه سريعه الطبخ، الكل هياخد منك. ربنا بصي جاعل لك رزق، فانت هتاخديه غصب عني عن اي حد هتاخديه، بس انت اسعي ما تقعديش. فانا دايما اقول اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. انا كان حلمي في يوم من الايام ان انا اعمل كذا، والحمد لله انا بسعى عليه علشان خاطر اعمله. مش قاعده وحاطه ايدي على خدي وعماله اقول يا رب يا رب. طب ماشي، ما انا بقول يا رب بس قاعده مكاني مبسوطه، ما فيش حاجه هتتم. انما لما تقولي يا رب مع السعي، يعني في مثل يقول لك ايه، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. يعني انت بتسعي وربنا بيسعى معاكي، مش انت قاعده حاطه ايدك على خدك وبس وتقولي يا رب. ماشي، ما هو ربنا موجود وكل حاجه والحمد لله، بس برضو انك تسعي مش تفضلي قاعده مكانك. انا كنت حابه اصور معاكم الفيديو ده، والله العظيم ما كانت في نيه خالص للتصوير. انا كنت نازله على اساس ان انا هشحن الشغل واقعد معاه شويه في الشارع، اللي هو شم هوا، اغير جو ما بين القماش والاتواب والمكن. لان بامانه في شويه زباين اللي هم تعبين لي نفسيتي، والله العظيم تعبين لي نفسيتي، اقسم بالله حرفيا بيتدلعوا. ما اقدرش اقول كلمه اي كلمه تانية، لان هم محترمين وكويسين وذوق، بس بيتدلعوا. مش هقول حاجه، مش هقول تفاصيل. ارحموني. انت جوزك بيقبل دلعك لان انت عايشه معاه، انت حره، انا مالي. انا عايزاكم تدعوا لي دعوه حلوه من القلب ولكم بالمثل. وعايزه بقى رايكم في كلامي وكلام الواد محمود، تسيبوا لي رايكم في التعليقات. واللي عنده اي سؤال يسيبوا لي في الكومنت وهرد عليه على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولو وصلت لحد هنا ما تقوليش عليا لكاكه، ماشي؟ عشان انا ما بصدق افتح الكاميرا. ده انا لما اجيب تليفون ان شاء الله هتلاقوني بلك اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعتكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه.